السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على اخوكم موعد ايطاليا. اليوم اخوتي جيت نهضر لكم على الانتقال التاريخي اللي وقع في اخر لحظات. انتقال للاعب مغربي في هذا العام هذا، هو مزراوي. الانتقال هو ديال بلال خنوس للنادي ليستر سيتي، اللي عطى فيه بزاف ديال العروض في الاخير قبل النادي ديالو جينك باش انه يطلقوا اللي يمشي يلعب مع نادي ليستر. ونادي ليستر اللي هو نادي قوي كيلعب في البروميير ليغ، رجع للبروميير ليغ، يعني نادي اللي غادي كيحتاج بلال خنوس، وما عندهمش شي واحد في البوست ديالو اللي غادي ينافسو شي منافسه قويه. داكشي علاش مزيان لانه يمشي تما، والدور الانجليزي راه مزيان ليه باش يتحكم مزيان. وكنظن هذا من افضل الانتقالات للاعبين المغاربه اللي كانوا في كاس العالم ولا اللي كانوا من بعد كاس العالم. فهو مزراوي كنظن افضل انتقالات هما هادو. فرا مدر كان نادي جينك اصر على انه باش يبقى معاهم ولا باش يزيدوا الثمن باش يبيعوه، ولكن بعد اصرار بلال خنوس مبقاش كيدرب معاهم وداكشي خلى الشيء اللي خلى ليستر تزيد هي من العرض ديالها، رغم انها مضروبه بقانون اللاعب المالي النظيف ما تقدرش تزيد بزاف. ولكن في الاخير قبل نادي جينك العرض ومشى، وكنظن بان غادي يدير بلاصتو في ليستر، وغادي يقول الكلمه ديالو هاد العام في الدور الانجليزي، وغادي يدير بلاصتو ان شاء الله، وغادي يزيد يسطع النجم ديالو. مع انني كنت كنفضل انه يمشي لنادي لايبزيغ، حيت هو اللي كيسقل المهارات ديال اللاعبين اللي باقيين صغار ديال المواهب. ولكن ملي مشى ليستر ماشي مشكل، هو نادي قوي ونادي ما فيش مسلطاش على الاضواء بزاف، يعني يقدر يزيد يطور من الموهبه ديالو. وهادشي اللي كنتمناو، وان شاء الله اخوتي.